انتي قلتي انك شبه والدك في حاجات كتير، عندك نفس الاصرار ونفس الطموح، بس اتكلمتي عن مرحله كانت اكيد صعبه جدا بالنسبه لك، وهي مرحله مرضه يعني، وده بتبقى تجربه ومرحله مؤلمه لاي بنت او ابن بيشوف ابوه بيموت. التجربه دي غيرت فيكي ايه؟ وهل خلتك تغيري وجهه نظرك عن الحياه وعن العلاقات الانسانيه حتى؟ اعتقد ان دي من اهم التجارب اللي انا خضتها في حياتي، التجربه دي مسؤوله بشكل كبير جدا عن تشكيل انا مين. اتعلمت حاجات كتير قوي، اتعلمت عن الصبر. هو هيمشي وقت ما هو عايز يمشي، ووقت لما ربنا عايز واحنا ما عندناش اي حاجه غير ان احنا نقدم طاقه حب. فهنا فهمت يعني ايه كل حاجه بوقتها، ويعني ايه انه احنا مش بمزاجنا، ويعني ايه في وسط ان احنا مش بمزاجنا وما عندناش اي حاجه نقدمها، بجد ما عندناش اي حاجه نقدمها، عندنا حاجه نقدمها وهي الحب. وقد ايه